عينك. هي بقت حقي، يا اما افيوني هيخلص على الولد. افيوني. عموه وما رضيوش يعالجوه، عرفناه في ادوار الشر، بس اشهرهم كان حموده الأعور في فيلم المشبوه قدام عادل امام. فؤاد احمد ممثل مصري اتولد سنه 1936، اتخرج من كليه الاداب ومعاه بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحيه. شارك في 250 عمل فني في السينما وفي المسرح وفي التلفزيون، وكانت ليه ادوار مهمه في مسلسلات زي رأفت الهجان وغوايش ولا اله الا الله والبؤساء والكعبه المشرفه. الصدمه الكبيره والمأساة كانت 1980 وهو بيجسد شخصيه همان في مسلسل محمد رسول الله. رئيسا لديوان الأسرار. قسم المكياج في التلفزيون المصري استخدم القطران على راسه وشالوه بالبنزين والتنر والجاز. المواد دي سببت له العمى وفقد بصر بالكامل، وحتى وهو فاقد البصر فضل يشتغل 3 مسلسلات، اخرهم 2002 جحا المصري. وقال في اخر حوار صحفي قبل وفاته ان هو اتهم قطاع الانتاج وان هم بعتوه يعمل فحوصات قلب رغم ان مشكلته كانت في العين، ورفضوا يعالجوه بحجه ان حالته لا تسمح. ومات بعدها في سكوت تام سنه 2010 بازمه قلبيه بعد ما قعد سنين معزول ومنسي من الوسط اللي عاش فيه عمره كله.